السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة جمبري بطريقة حلوة جدا. معايا كيلو من الجمبري، غسلته وفتحته كده من ظهره زي ما انتم شايفين كده، وطلعت الخيط الرملي بتاعه علشان يكون نظيف وزي الفل. وطبعا صفيته في مصفى. عملت معاكم قبل كده جمبري وعملنا طريقة التنظيف بتاعه وتقشيره، اللي حابب يتفرج عليه. معايا نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة كزبرة، وربع معلقة كركم. هنحط كل ده مع بعض في بولة كده صغيرة، ونحط عليهم معلقة مستردة، معلقة كبيرة، ومعلقة كده كبيرة من الخل، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. هنقلبهم كويس مع بعض مع شوية زيت. نحط كده عصير ليمونة، ودي معلقة كبيرة من الخل. هنحط بقى التتبيلة دي على الجمبري ونقلبه كويس. معايا بقى بصلية كبيرة كده وفلفلتين وطماطمايه كده مقطعاهم مكعبات وسط كده، مش كبيرة ومش صغيرة، ورشيت عليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وكمان رشيت عليهم رشتين من الزيت. هنعمل الجمبري مشوي كده على الشواية. هندخله كده في الخلة، وحداية كده جنبها حتة من البصل وحتة من الفلفل لحد ما نخلص الكمية. طعمه بيكون أحلى بكتير كمان من المقلي. نفردها كده، نخلص بقى الكمية بنفس الشكل. طبعا لو مش عايزين تعملوه على الشواية، ممكن على اي جريل او طاسة مش بتلزق، ممكن نشويه على الطاسة عادي جدا او على الجريل. وممكن كمان نستغنى عن الخلة خالص. دلوقتي سخنت الشواية وهنبدأ بقى نرصه عليها، ما بياخدش وقت خالص. اول ما تحسوا ان هو نشف كده والسوائل اللي عليه نشفت، يكون استوى خلاص. ده هو كده استوى، اخد حوالي 10 دقايق كده. مبياخدش وقت خالص لما تكون الشواية يعني عالية وحامية، يعني مش واطية.
هنخلص بقى الكمية بنفس الشكل، بيكون طعمه حلو جدا، هيعجبكم. ودي كانت وصفتنا النهاردة، وكان معاكم تيسير عبد النور، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.